وصلوا إلى منطقة الحادث. الجيش الإسرائيلي قال بأن مركبة إسرائيلية تابعة للجيش تعطلت في عند هذا المنعطف، ومن ثم بدأت عملية الإصلاح كما ادعى جيش الاحتلال. ولكن بطبيعة الحال جيش الاحتلال تحدث عن وجود سيارة. الجيش الإسرائيلي فعليا هو يعني يخاف بشكل كبير جدا من وقوع تلك العمليات. نلاحظ هؤلاء الشبان تجمهروا هنا بصورة كبيرة جدا. هذه أيضا لربما أجزاء من المركبة التي كان يستقلها الشبان الفلسطينيون، وتم مصادرتها كما يقول الشبان الفلسطينيون وسحبها. نلاحظ بأن يعني هنا كان مشهد نعم. كبير جدا، خصوصا بأن أيضا يعني آثار للدماء على إحدى النقاط على الأرض هنا تسير. ولكن أيضا نشاهد بأن هناك عملية تجمهر كبيرة للشبان الفلسطينيين. نلاحظ ما يحدث هنا بأن هناك ملابس نلاحظها الآن مباشرة، ملابس للشبان الفلسطينيين لربما، وصورة أيضا لأحد الزي العسكري لربما، وعليها آثار دماء. و كما نلاحظ بأن هذا الموقع الذي وقعت عنده الحادثة على الأرجح. نلاحظ حجم الدماء وربما أيضا كمية الرصاص التي تم إطلاقها على المركبة لم نشاهدها بسبب يعني أخذ ومنع الوصول إلى هذه المنطقة. نعم، شكرا لك ضياء، سنعود إليك في نشراتنا اللاحقة. شكرا لضياء حوشية مراسل الغد كان معنا من كفر نعمة.